السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة ثانية ومرة أخرى ومرة جديدة في المطبخ المغربي مع إيمان. اليوم كتشوفوا معايا مائدة أو المطبخ المغربي في تغيير نوعا ما في مائدة. هذه نوع من يعني الحاجات اللي كنعملوا في مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. بخصوص هذا الموضوع طبعا كاين بزاف ديال الاختلافات بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش كيحتفل بالمولد ديالو. اي نعم، فهي حتى ولو بدعة فهي كنظن من اروع البدع. يعني اي نعم، الواحد خصو يعني يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يوميا في صلاتنا ويعني في حياتنا اليومية، لكن ما فيها بس على انه كيبقى يوم مميز في حياتنا. يعني يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني شي حاجة كبيرة. هو ماشي عيد، أنا عارفة أنه ماشي عيد، ولكن خلينا نقوله على أنه ذكرى جميلة في حياة كل مسلم. يعني ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما كاينش شي حاجة أكبر ولا أروع منها في هاد الدنيا. المهم انتم دابا كتشوفوا معايا، انا بغيت نتقاسم معكم ذكرياتي اللي كنت كنعيشها بصراحه في المغرب مع اهلي واخواتي واحبابي. كان بمناسبه هذا اليوم كنتجمعوا في العشيه في المساء على كؤوس الشاي حلويات. يعني كتكون واحد الفرحه. ف ولكن كتختلف بصراحه من منطقه لاخرى. نتوما كتشوفوا معايا هنايا انا عملت لكم داكشي، يعني المساله اللي تربيت عليها واللي كنت كنشوفها في دارنا. حلويات فطاير شاي هيدا. وكاينه ناس كيعملوا العشاء، مثلا وجبة العشاء الكسكس، كيديروا اللحم، كيديروا الدجاج. يعني كل منطقة والطريقة ديال يعني الاحتفال ديالها بهذه الذكرى ديال المولد النبوي الشريف. اذا هنايا نتوما كتشوفوا معايا عندي حطيت هذا الصابلي اللي وجدت معكم في الفيديو السابق، وعندي كنحطوا هيدا حلويات هيدا او مكسرات. هنايا حطيت التمر، هذه الحلوى ديال غريبه ديال السميد وجوز الهند اللي عملت معكم. وهنايا كتشوفوا معايا هاد الفطائر المعسلين، بصراحه كيجيو روعه، وهادو ضروري يكونوا عندنا في المائده ديال الذكرى ديال المولد النبوي الشريف او حتى في عيد الفطر. يعني من الحاجات اللي كتكون دائما حاضره في المائده المغربيه. وغادي نقدموا لكم اليوم في الحلقه الطريقه ديالهم وصافي. وهيدا غادي نبغي نشكركم بزاف على التعليقات ديالكم وعلى التشجيعات ديالكم. الله يجازيكم كل خير، وربي يجعلها سنة سعيدة علينا جميعا وفتحة خير على الأمة الإسلامية أجمعين. إذا صافي ما نطولش عليكم الهضرة بزاف. كل حاجة اللي غادي نقولكم كنتمنى لكم كل خير، وربي يسمعني عليكم كل خير، ونبقاو على تواصل دائم مع بعض. يعني على الاقل نكون كنقدم شي حاجه في القناه ديالي تكونوا كتستافدوا منها. وصافي دابا غادي نخليكم مع الطريقه ديال الفطائر المقليين بالعسل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شخباركم؟ كيف الاحوال؟ كيف عاملين؟ كل شيء مزيان؟ يا ربي تكونوا دايما بأسعد وأحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد المعسلة أو واحد الوصفة كنعملوها في الغالب في المناسبات وفي الأعياد. مثلا في العيد الفطر، وفي العيد مش عيد، ذكرى مولد النبوي الشريف، وممكن في الأفراح في الصباح ديال العروسة. هاد الوصفة هذه هي الفطاير أو الرغايف معسلين، لكن انا غادي نديرهم بالطريقه القديمه، بالطريقه الاصليه التقليديه اللي عرفناها من والدينا وجدودنا. ماشي طريقه جديده. فهما لذاذ بزاف وسهلين، يعني ماشي صعابين. بالنسبه للمكونات هانتوما يعني شايفين معايا هنايا 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وعندي واحد هنايا الزيت غناخد غير معلقه كبيره. واحد الاضافه غادي نضيفها انا، هي ما كتكونش فيها ولكن انا غادي نضيفها، واحد معلقه كبيره عامره ديال النشا.
علاش غنعمل نشا؟ على اساس ما يشربوش مني الزيت بزاف، حيتاش ملي كتكون الحاجه فيها نشا وكتقلى ما كتجيش مزيته نهائيا، حيت هاد الفطائر او هاد الرغايف غنقليوهم. اذا قلنا معلقه كبيره ديال النشا، واحد معلقه صغيره عندي هنايا ديال الخل، معلقه صغيره ما عمرها ديال بيكين باودر او خميره الحلوى، عندي هنايا بيضه، عندي غير هذا الغطا صغير ديال ماء الزهر. ايوا ماء الزهر. هنايا كتشوفوا معايا هذا اليانسون، مش عارفه المغرب حبة حلاوه ولا الشمر، هادو الاثنين كنختلف بين الشمر المهم هو اليانسون هذا. هذه برضو اضافه ما كتكونش فيهم بصراحه، غير باش يعطيوني النكهه للعجين ديال الفطائر. ممكن تخليوهم حبه هكذا، ممكن تطحنوه اللي بغيتو. واحد الرشه بسيطه من السكر، واحد معلقه صغيره قول معامره شي ديال الملح. هنايا كتشوفوا معايا الكركم ماشي غريبة بصراحة، أنا في يعني اوريدي يعني جربتهم. بصراحة ما كيغيرش الطعم ديال الفطائر، بالعكس أنا باغا ناخد ديك اللون الأصفر. فهو كناخدوه من الزعفران. أنا الزعفران للأسف ما عنديش متوفر دابا، أولا هذاك الملون الغذائي الأصفر هذاك أنا متجنبه من فترة، ما كنجيبوشي ما كنستعملوشي، بحق اللي كيستعملوه ممكن يعمل واحد شوية ديال ديك الملون الأصفر. اولا الزعفران يستحسن الزعفران، ولكن انا غادي نعمل غير واحد الراس معلقه صغيره ديال الكركم باش ناخد اللون. صافي. وعندي المدافي طبعا للعجن. دوزو دابا نشوفوا طريقه التحضير. اذا بسم الله على بركه الله. اول شيء غادي نهرس هاد البيضه. بسم الله. نحط التوابل اللي عندي هنايا، الملح والسكر الكركم والبيكنج باودر حتى هي حطيتها. كلشي غادي نحط كله مره واحده. معلقه ديال النشا، قلنا معلقه صغيره ديال الخل، هذا ماء الزهر، هذا بالغطاء ناخذ غير الغطا ديالو، مع الزيت حتى معلقه كبيره هيدا عامره. صافي. وانتم كتشوفوا معايا هنايا عندي المدافئ. بسم الله نخلط. صافي غادي نطلع العجين، غنحاول العجين نطلعو ماسك يعني قاصح شويه، ماشي العجين خفيف لا. يا سلام على الريحه ريحه ديال الطفوله صراحه، ريحه رائعه. تصوروا يعني ماء الزهر والخل واليانسون، شي حاجه روعه. على فكره هاد الرغايف او هاد الفطائر كيتعمروا يعني كيكون فيهم حشوه، لكن انا غنعملهم ساده ما معمرينش، كيتعمروا باللوز. صافي غنبدا نزيد الماء. صافي غنبدا هيدا تنجمع العجين، وقلت لكم العجين غنطلعو قاصح شويه، ماشي خفيف. وهذوك الكركم يعني ما ياثرليش على الطعم كيف ما قلت في الاول نهائيا، بالعكس. يعني انتما كتشوفوا حتى العجينه باقه اساسا بيضه، ما شويه يعني انا كنشوفها شويه صفرة، ماشي بزاف مش كتير يعني. صافي انا غنبقى نعجن هاد العجينه هكا مزيان، وغادي نجمعها وغادي ندلك، لازم ندلك مزيان. انا غنوري لكم كيفاش خصها تكون. صافي انا دلكت العجينه مزيان كما كتشوفوا، انا دلكتها تقريبا شي 10 دقائق هيداك تقريبا. لو عندكم العجان عملوا يكون احسن لو يساعدكم، انا كنكسل بصراحه نعمل العجان، انا كنت عاوده هيدا كنخدم بيدي احسن. صافي مدلكتهم كيف ما قلت مزيان. هنايا عندي بلاطو او صينيه
هيدا الزيت، كنعمل شويه الزيت في يدي، ندهن شويه الصينيه هيدا شويه بالزيت صافي. كيف ما تعودتوا منه تقطع الفطاير بنفس الطريقه. غنعملهم صغيورين، غنعملهمش كبارين. قطع هاد الدائره هيدا بهذا القياس هذا، غير صغيورين صافي على هاد الشكل. وغادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي، نخليهم يرتاحوا تقريبا شي ساعه. انا نخليهم هيداك ساعه يرتاحوا شويه صافي. ومن بعد ندوزو باش غادي نشكلوهم صافي. هنايا كيف ما كتشوفوا انا العجينه بعد ما ارتاحت خليتها تحت ساعه. نتوما كتشوفوني هنا ديجا يعني اوريدي طلقاهم صافي. ها هي هذه كنطلقوها هيدا. يعني الموضوع ماشي صعيب، يعني فايت لي هنا في القنوات في القناه عفوا عامله الفطاير بهذه الطريقه. كنطلقوهم مرقه يعني رقيقه لغايه ما تبان لنا هيدا، فهمتوا المكان اللي كنخدموا فيه صافي. معليش سمحوا لي صحابي كنصور والكاميرا طفات لي معليش. هو انا ديجا كنت ساليتهم. سأقولك العمليه ماشي صعيبه. المهم بعد ما ارتاح العجين تقريبا خليته ساعه هيداك صافي. كنطلقوها هيدا مربعه عاديه بحال الفطاير اللي انا عاملاهم في الفيديوهات السابقه. هيدا كنطلقوها رقيقه صافي، وكنطويوها هيدا على 4 صافي. واهم حاجه العجينه تكون مرتاحه مزيان باش تطلق لكم مزيان ما تقطعش وصافي. ودابا عندي الزيت على النار، المقلايه سخونه. غادي ندوزو دابا باش غادي نقليوهم. صافي. هنايا نتوما كتشوفوا انا بديت نقلي فيهم. ها هما عاملاهم هنايا، كنظن نتمنى الصوره تكون واضحه. عاملاهم في هذا الكسكاس اولا المصفى، وكنحطهم فيهم حتى يستقطروا من الزيت صافي. ها هي هذه كتسقى هيدا. كنبقى ناخذ واحد المعلقه. الزيت خصها تكون سخونه. طول ما كنعمل المعلقه هيدا على الوجه كنساعدها باش تحمر، وكيف ما كتشوفوا كتنفخ. شايفين هانتوما هي بدات كتنفخ معايا. غنقلبها للجهه الثانيه صافي. غنخليها هيدا حتى تحمر مزيان، ونحطها يعني تستقطر هنايا في المصفى او في هذا ديال الكسكاس وصافي. من بعد غادي نديروهم العسل ونشوفوهم في طبق التقديم. ها هما الرغايف ديالنا او الفطائر المعسلين بالطريقه التقليديه القديمه ديال ايام زمان، مع بعض الاضافات بحال النشا، بحال انا قلت نشا على اساس ما يجيوش مزيتين، واليانسون برضو اضافه جديده وكيعطي واحد طعم مزيون وتغيير. وكيف ما قلت لكم كاين اللي كيعمرهم يعني في العمليه ديال الطي كيعمروهم بالحشوه ديال اللوز. انا اكتفيت بهم هيدا ساده خفافين. بصراحه كيجيو لذاذ بزاف. وكيف ما قلت لكم في الاول هذا من الاطباق الرئيسيه المهمه عندنا في عيد الفطر وفي ذكرى المولد النبوي الشريف، وكيف ما قلت لكم في المناسبات الافراح يعني الاعياد والاعراس وهيدا وصافي. وكنتمنى تجربوهم صراحه كيجيو لذاذ مقرمشين رطبين. ما نقولكمش يعني هو الطبق هو كيعبر على راسو. المهم كنشكركم بزاف حبيباتي، وربي يخليكم وربي يحفظكم، وجزاكم الله كل خير على تعليقاتكم الجميله بصراحه اللي كتفرحني وكتشجعني باش نعطي اكثر. وربي يوفقكم حتى نتوما ويسر اموركم ويعطيكم ما في نيتكم. وهيدا عنقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.